السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الحلقة 29 والحلقة ما قبل الأخيرة من بودكاست فذكر. رمضان خلاص بيودعنا، الشهر اللي كنا مستنيينه طول السنة مش باقي فيه غير ساعات معدودة، والقلوب بين حزن وفرح. حزن على وداع أيام الرحمة والمغفرة والعتق من النار، وفرح إننا عشنا لحظات إيمانية عظيمة قريبة من ربنا سبحانه وتعالى، وإننا اجتهدنا وربنا أكرمنا بعبادته في الأيام الفضيلة والمباركة. لحظات الوداع في رمضان، وبجد أنا بتكلم وقلبي بيوجعني من فراق الشهر الكريم. احنا دلوقتي في آخر ساعات في رمضان، ساعات قليلة وهلال شوال هيظهر وهنودع الشهر الغالي علينا وعلى قلوبنا. بس هل الوداع ده معناه ان كل حاجة فيه هتنتهي؟ هل بعد ما قلوبنا اتعلقت بالطاعة هنسيب كل ده ونرجع تاني للحياة العادية وكأن الشهر ما كانش؟ لازم يكون ردنا لا والله، رمضان كان محطة شحن إيماني لقلوبنا، والمفروض نكمل بنفس الروح دي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. يعني مش مهم إنك تكون عبد ربنا في رمضان بس، المهم إنك تستمر على الطاعة وتثبت على كده. مشاعرنا بعد رمضان هتكون إزاي؟ طبعا الحزن على فراقه، طبيعي تحس ان قلبك مقبوض، قلبك اللي كان بيحب التراويح، اللي كان بيحس براحة نفسية وهو ماسك المصحف، اللي كان بيستمتع بدعوات الفجر، كل ده هنفتقده للأسف. وبرضو الخوف من عدم قبول الشهر الكريم عند الله. كنا بنصلي ونصوم ونذكر ونستغفر، بس هل ربنا قبل مننا ده؟ ده السؤال اللي لازم يشغلنا، وعشان كده لازم ندعي ونكثر من اللهم تقبل منا رمضان. والأهم من كل ده الأمل في الاستمرار بعد رمضان. رمضان مش النهاية، دي بداية جديدة في حياتك لحياة أقرب من ربنا سبحانه وتعالى، حياة مليانة خيرات وحسنات وعبادات وطاعات حتى بعد الشهر الكريم. ومن علامات قبول رمضان مننا هي إنك تستمر على نفس الخط اللي كنت ماشي عليه في رمضان. طيب وبعد رمضان نعمل إيه؟ تعال اقول لك هتعمل ايه. اول حاجة اثبت على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، ما تكونش من الناس اللي بيعبدوا ربنا في وقت معين وبعدها بيكسلوا ويرجعوا الحال لما كان عليه من قبل. الاستمرارية في العبادة بعد رمضان اهم من اي حاجة. تاني حاجة وبدقق عليها كتير في الحلقات اللي فاتت، حافظ على قراءة القرآن. لو ربنا وفقك وختمت المصحف في رمضان، نصيحة مني ما توقفش وتتكاسل وتهجر كلام ربنا. لو كنت بتقرأ كل يوم جزء في رمضان، فانت برضو تقدر بعد رمضان انك تقرأ حتى لو صفحة واحدة في يومك، المهم انك تخلي ليك ورد يومي. تالت حاجة استمر في الصيام. عندك الستة من شوال واللي تقدر تصومهم من تاني يوم العيد، ولو قدرت تكمل صيام 2 وخميس و3 أيام النصف من كل شهر يبقى كده عظيم قوي. أهم حاجة ما تضيعش الأجور العظيمة دي من إيدك واللي بتكون سبب في قربك من ربنا سبحانه وتعالى. رابع حاجة حافظ على قيام الليل وحتى لو بركعتين، المهم ما تسيبش الصلاة اللي كانت سبب في راحة قلبك في رمضان. خامس حاجة خليك قريب من ربنا بالدعاء والذكر، ما تخليش لسانك يبطل ذكر بعد رمضان ولا حتى تبعد عن الدعاء. استمر على الأذكار اليومية اللي هي زي أذكار الصباح وأذكار المساء، وافتكر إنها البركة وحسنك الدائم في يومك، وربنا يفتح لك أبواب الخير إن شاء الله. سادس حاجة ما تبعدش عن الصحبة الصالحة اللي كانوا بيشدوا الهمة معاك في رمضان، كمل معاهم على كده. الصحبة الصالحة هي اللي بتخليك دايما في طريق الخير. وقبل ما ننهي حلقتنا النهاردة، يا ترى رمضان ساب فيك أثر؟ يا ترى علاقتك بربنا هتفضل زي ما كانت فيه؟ والله اللي هيودع رمضان بقلب صادق ويكمل في طريق الطاعة ربنا هيكرمه ويثبته. ما تخليش الشيطان ياخدك بعد ما كنت قريب من ربنا، خليك ثابت على طريق الطاعة والخير. وبرضه ما تخليش الشيطان يسحبك بعد رمضان ويضيع منك كل اللي عملته. اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من الغافلين بعد رمضان، آمين يا رب العالمين. المهم والأهم ما تنساش تشارك الحلقة، ويلا نشجع بعض على الثبات بعد رمضان. وبفكرك ان الدل على الخير كفاعله. دمتم في رعاية الله وحفظه، والحلقة الجاية والأخيرة هتكون عن فرحة العيد، وكل عام وأنتم بخير. كان معكم أحمد رفعت من بودكاست فذكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.